السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. جالي أكتر من رسالة عن القرارات الجديدة اللي عملها الرئيس الأمريكي ترامب يوم توليه. إن هو كان ماسك الورقة بقى وعمال يمضي بقى أوكي هنعمل كذا وكذا، أوكي خدوا دي وعمال يمضي، فاهمين؟ بالنسبة للقرارات بتاعته، طبعا هو يعني الرئيس بتاع الدولة قراراته يعني ممكن يعني ايه يزق في حاجات ويشد في حاجات، بس مش كل القرارات ان هي لازم يعني هتبقى زي قرآن كده. لا، ما هو هنا يا جماعة الناس مش عارفاه، في دستور وفي المجلس التشريعي وفي الوايت هاوس والكونسلرز وفي اكتر من مكان. يعني هو القرارات مش بتصدر بس عن طريق الرئيس، بس هو يقدر يضغط على الحكومة ويضغط على الحاجات بما انه الرئيس. فاغلب القرارات عشان يعني تتقبل لازم يعني يتوافق عليها من كل حاجة، فاهمين؟ بس هو يقدر يضغط على الحكومة ويقدر يضغط على الحاجات لأنه هو الرئيس. من أكتر القرارات اللي فرحتني أنا شخصيا اللي هو قرار، أول قرار هو قال، وأنا عارف أصلا ترامب من زمان حتى من الولاية الأولانية بتاعته كان شادد حيله قوي على الشواذ والمتحولين جنسيا والكلام ده كله، هو ما بيحبهمش من زمان. ولعلم الناس يعني احنا عندنا هنا في شواذ كتير وبنتعامل معاهم، موجودين في الوظائف ومتوغلين بينا كتير، بس الناس ما تعرفوش. آه، في ناس كتير ما بتحبهمش، يعني في ناس كتير ما بتحبش يعني وجودهم في النص، او ان هم يبقوا ظاهرين، وبنتريق وبنعمل بس على جنب يعني. عشان طبعا يعني هنا القانون بيمنع، بالذات حتى قوانين العمل، يعني ما ينفعش تتكلم مع حد في الدين، في الجنس، في النوع، في اللون، وتبدأ بقى ايه تعمل حاجة. فيعني الضحك بيبقى على جنب، يعني ممكن تتريق على واحد على مشيته، نقعد نتريق عادي بس من غير ما حد يعرف. فناس كتير مش عاجبهم الموضوع. آه واللي حصل مؤخرا في نهاية ولاية بايدن، بدأت الموضوع يدخل جامد في كل حاجة، حطوه في المناهج الدراسية. تروح تملى فورم في المستشفى مكتوب النوع، مكتوب جنس ثالث ومتحول وولد مش تمام وبنت متحولة وهكذا. موجودة في كل حتة، لدرجة أنا عندي في الشغل أنا حتى عملوا إيه، كان في حمام نسائي وحمام رجالي، لا خلوا حمام نسائي وحمام مشترك، فاهم؟ عشان في ناس معترضه، ما بيبقوش حابين مثلا واحد متحول يخش معاهم في حمامهم، فيسيبوه خلاص يخش في حمام الرجاله ويبقى مكتوب فيها متنوع يعني. وهي حاجه يعني كله اتكلم عنها يعني. المناهج الدراسيه دخلت في المناهج بتاع الاطفال في الابتدائي. كانوا منزلين قرار عاوزين ان هو من حق الطفل يختار نوعه، ولو عاوز يغير نوعه يقدروا يخبوا على الاهل، ما يوصلوش للاهل الموضوع. which is يعني كانت حاجة مخيفة جدا. أنا واحد من الناس عندي أولاد، وكنت خايف جدا من الموضوع، وبيقعد يجي لي كوابيس ويجي لي تشويشات في راسي كده. طب أعمل إيه؟ بالذات إحنا هنا يعني ظروف الحياة والعمل الواحد بيبقى مشغول كتير. آه بس بيبقى الدور الأكبر على الأم، إن الأم يعني الواحد يعني بيوفر وقت من هنا على وقت من هنا عشان تواكب وتفضل مع أولادك، إن أنت تعرف تفهمهم من المجتمع المخيف، من الحاجات التشويه اللي مش كويسة. يعني عادي، إحنا الناس كانت موافقة إن عادي مفيش مشكلة يشتغلوا معانا، في ناس بتشتغل عادي مش معترضين عليهم، بس ما يجوش يعني إيه آه يبينوا الموضوع قدام الناس. يعني انا كان معايا مدير كان يعني كده يعني كان بيتعامل جدا، كان من اشد المديرين عندنا. يعني كان العمال بيخافوا منه جدا، وكان الفريق بتاعه من اعلى تيم. وكان محترم جدا في الشغل بالامانه يعني. بس ما دام هو في حاله وانا في حالي خلاص انا ما عنديش مشكله يعني، ما تمام. انما بقى هي بقى اعتراض اغلب الناس، بالذات الاسر الامريكيه اللي ما كانش عاجبها الموضوع. كان في ناس كتير عامله مظاهرات، وكان في ناس بتطالب يتشال حاجات من المناهج، ان على الاقل استنوا لغايه ما يعني مثلا حطوا في الهاي سكول، مثلا حطوا في الكليه، انما بتوع الابتدائي دول انتوا كده بتشوهوهم خالص.
موضوع الانفتاح بتاع الموضوع ده ما كانش كويس جدا. غير بقى التوجيهات للموضوع ده ظهرت كتير، يعني كل الافلام الجديده لازم حاطين فيها حد شاذ وعاملين له دور تقيل، يعني حد متحول، حد عاوز يتحول، ويعمل لهم قصص مؤثره. من اكبر شبكات الافلام عندنا هنا نتفليكس، كل الافلام لازم فيها حاجه كده في النص. يعني انا اشوف الفيلم فيلم جميل جدا واجي اقول طب ليه يا جدعان حطيته ده في النص؟ يعني ملوش اي لازمه، بس هي توجيهات جايه منين الله اعلم. آه بيحاولوا يدمروا المجتمع ما تعرفش. فترامب داخل في الموضوع ده جامد جدا، ده من افضل القرارات اللي انا سمعتها منه، واتمنى ان هي تتحقق. عشان عشان حياة ومستقبل أولادنا وأولادكم وأولاد الناس اللي هتيجي جديد هنا، أولاد العرب اللي موجودين هنا، المسلمين الموجودين هنا أو المسيحيين، الناس اللي هي عندها دين وعارفين إن إحنا ولد أو بنت، آدم وحواء بس. زي على رأي كان حتى ترامب قايل، أو مش فاكر مين اللي كان قايل، كان يقعد يقول لك it's only Adam and Eve. بس مش كانت ايه، لا والله نسيت. ادم اند ايف، نوت ستيف، حاجه كده يعني، اللي هو مخترعين اسمه مشترك في النص، فهو ادم وايف بس. فانا اتمنى القرار بتاع ترامب ده يتحقق. والله لو حصل فيها يعني مثلا زي طلبوا بالناس توافق وعملوا فوتنج او حاجه للموضوع ده، انا هشارك فيها طبعا. اتمنى ان هي تختفي. بس انا مشكلتي ان انا سمعته لما هو كان بيقول ان هو يحاول يشيلهم من الوظائف، يشيلهم من الجيش. انا دي بقى مش عارف دي هيقدر يعملها ازاي، لان هم كتير قوي، كتير لدرجه انتوا ما تتخيلوهاش. والموضوع ده مش كتير بس هنا، يعني ده كتير في العالم كله، موجودين في مصر وموجودين في العرب. بيطلع قدامي فيديوهات غريبه، ده الناس بتفتخر بالموضوع عادي ولا في دماغهم. فربنا يسترها علينا ويسترها على الجميع. وبحبكم جدا. شكرا للرسائل اللي شفتها مؤخرا. وإن شاء الله أستمر في الفيديوهات، وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.